السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المشاهدين، كما شاهدتم منذ لحظات انتهت المباراة الودية التي جمعت بين المغرب والنرويج هناك بالولايات المتحدة الأمريكية. تقدم الأسود في الدقيقة الثامنة عن طريق إبراهيم دياز، وعدل الفريق النرويجي في الدقيقة الخامسة والسبعين عن طريق العميد الفريق أوديغارد، وبالتالي تنتهي القمة بهدف لكل فريق. كما شهدت المباراة إصابة لاعبين من الفريق الوطني وهو عبد الصمد الزلزولي والحاج المزرعي، وبالتالي نتمنى ألا تكون إصابتهم بالغة وتمنعهم من المشاركة في مباراتهم القادمة أمام البرازيل، مباراة الافتتاح بالنسبة للفريق الوطني في المجموعة الثالثة. طبعا كل التوفيق للفريق الوطني. أكيد محمد وهبي سيقف على كثير من النقاط في هذه المباراة، وسيستنتج أكيد من الكثير من الأشياء من أجل إصلاحها وتصحيحها في قادم المباريات. نعم، شاهدنا سيطرة مغربية في الشوط الأول بتشكيلة تقريبا المثالية للفريق الوطني. كان بإمكاننا أن نسجل أكثر من هدف في الشوط الأول. ربما هو تسرع أو عدم أو سوء الحظ بالنسبة لبعض اللاعبين، على سبيل المثال الزلزولي الذي كان قريب من تسجيل هدف، ولكن بقليل من الحظ الكرة مرت فوق الشباك، وبالتالي ربما مثل هذه الفرص إذ أتتنا مع البرازيل فعلينا أن نستغلها بشكل واضح وحاسم، لأننا ربما الفرص ستكون قليلة، وإذ أتتك الفرص فعليك أن تستغلها بقدر المستطاع. إذن كل التوفيق للفريق الوطني. على العموم هي مباراة متكافئة بين الفريقين. الكل حاول أن يخرج بأقل الأضرار، لا سيما في الشوط الثاني. شاهدتم التغييرات، تقريبا 8 لاعبين في دفعة واحدة من الفريق الوطني. تغيرت منظومة لعب الفريق الوطني في الشوط الثاني، وبالتالي شاهدنا أنه تراجع نسبيا للفريق الوطني من ما أدى إلى استقبالهم هدف، وكانوا قريبين في أكثر من مناسبة أن يستقبلوا الهدف الثاني، وبالتالي ربما التعادل هو نعتبره نتيجة إيجابية بالنسبة للفريقين. على العموم كل التوفيق للفريق الوطني، وحد موفق لكل الفرق العربية المشاركة في المونديال. أصدقائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في القناة. كل من يشاهد الفيديو فليترك لنا بصمة. نعم.